سبق لك شفتي لاعب واقف وجه لوجه مع خصمه وفي لحظة صغيرة كيدوز منه وكيخليه وراه؟ ياك بان لك هذاك اللاعب مهاري وببساطة عنده تكنيك عالي وقادر يربح أي مواجهة. ولكن السؤال الأهم هو واش كل مرة كيواجه شي لاعب كيكون فعلا هو الأفضل؟ في الكرة الحديثة كاين واحد المفهوم اللي كيفرق بين اللاعب اللي كيبان واللاعب اللي فعلا كيأثر، سميتو 1v1 dominance. هذا المفهوم ببساطة كيعني شكون كيربح أكثر مواجهات وجه لوجه سواء في الهجوم ولا في الدفاع بشكل متكرر. والداتا كتقيس هذا الشيء بطرق دقيقة بحال نسبة نجاح المراوغات ونسبة ربح لي دويل أو المبارزات وحتى المواجهات الدفاعية. تقدر تشوف لاعب كيدير لقطة زوينة ومراوغة مدهشة، ولكن إلا ما كيربحش المواجهات باستمرار راه ما عندوش سيطرة حقيقية. في المنتخب المغربي كاينين اللاعبين كيبانوا في هذا الجانب وكيوريو باللي 1v1 dominance ماشي غير موهبة ولكن أيضا استمرارية. الزلزولي في الهجوم كيعتمد على السرعة والتكنيك وكيقدر يربح المواجهات في المساحات الضيقة بطريقة خطيرة. أشرف حكيمي ماشي غير كيهجم بل حتى في الدفاع كيربح المبارزات وكيفرض السيطرة ديالو على الجهة. إسماعيل صيباري كيربح الكرة في المواجهات وفي نفس اللحظة كيتحول لهجوم سريع كيخلق خطورة مباشرة. وهنا كيبان الفرق الكبير، ماشي اللاعب اللي كيدير لقطة واحدة زوينة هو اللي قوي، بل اللاعب اللي كيربح المبارزات لي دويل مرات متكررة. اللاعب الحقيقي هو اللي كيفرض راسو في كل مواجهة وكيخلي الخصم ديما يخاف منه، ماشي غير مرة، ديما. 1v1 dominance ما كيقيسش لقطة واحدة بل كيقيس شحال مرة كتقدر تربح المواجهة في نفس الماتش. وهنا كتبان الحقيقة، اللاعب اللي كيدوز مرة واحدة ما كافيش، اللاعب القوي هو اللي كيدوز ديما. السؤال دابا، واش كتفضل لاعب كيدير لقطة زوينة وصافي ولا لاعب كيربح كل مواجهاته وكيفرض سيطرته؟ إلا عجبك هذا المحتوى خليك معنا حيت الحلقات الجاية تقدر تعجبك ونبقاو نكتشفوا مع بعضنا.